والسلام عليكم، حلقه جديده من مزمزه كوره تقديم وزيزو. باذن الله تعجبكم. والحلقه الثانيه من مزمزه في الفانتزي قبل الجوله الثالثه بعد جوله مأساويه، وصلاح ببلانكو ولاند ببلانكو وساكا كان مكابتن راشفورد. كل اللعيبه دي ما عملوش اي حاجه في الجوله اللي فاتت. نقسم حلقتنا النهارده لاول جزء هو لعيبه هنشوف هل هنقدر نصبر عليهم اكتر ولا ممكن يشلوحونا، والجزء الثاني من حلقتنا وهي اللعيبه اللي احنا هنحط عننا عليهم وممكن يتألقوا. والجزء ده عملناه في الحلقه اللي فاتت والحمد لله في لعيبه يعني اتألقوا، وفي طبعا شويه لعيبه خستات مننا. هننتقل بعد كده لجزء كابتنه، واخر جزء طبعا هو الاحصائيات المميزه اللي نخلي عننا عليها. خلينا نبدا بالجزء الاول بتاعنا، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا كده بكلام على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد الاول ماتش تقريبا كسبوا، انا شايف ان هو كسبوا بالحظ، والفرامتون عملوا عليهم ماتش جامد جدا. والماتش الثاني طبعا توتنهام ادت، بس برده مانشستر يونايتد عمل شوط كويس وبقيه الماتش ما كانش موجود. في مننا عنده من مانشستر يونايتد حد من راشفورد، برونو، ممكن شو، كل اللعيبه دي مش عارفين هل نصبر عليها ولا لا، خصوصا ان جدولهم الفتره الجايه مش ألذ حاجه. هو يمكن بس الماتش اللي جاي ضد نوتنجهام هو ده ممكن نخليه كفرصه اخيره للعيبه دي. فتقريبا كده مانشستر يونايتد اكتر فريق من فرق التوب 6 اللي عنده كميه عبث وعشوائيه غريبه جدا. تاني فريق عايز اتكلم عليه بقى هو ليفربول، ونتكلم هنا عن اصابه الكسندر ارنولد. يمكن اصابه ارنولد دي كنت شايفها كانها علامه كده اللي هو اللي معاه ممكن يبيعه، خصوصا ان احنا داخلين بقى على الجدول الرخم بتاع ليفربول، وكمان ارنولد مش في جاهزيته، مش عارفين هل هيلعب ولا لا، وكمان ارنولد اصلا عمل بلانك في اول جولتين. ليفربول عموما قدام نيوكاسل، قدام استون فيلا، قدام الفرق الرخمه دي، يا اما هتلاقي الفرقه مثلا وقفت على رجليها وعملت اداء كويس جدا، يا اما ممكن بقى نشوف تعادلات، ممكن خساره ماتش من الماتشات. فاحنا حقيقه مش عارفين لسه ليفربول ممكن يعمل ايه. طبعا لما نيجي نتكلم عن ليفربول فلازم نتكلم عن محمد صلاح. ناس كتيره جدا بتتكلم عن كابتنة محمد صلاح، او بتتكلم اصلا عن اللي احنا نبيع محمد صلاح من تشكيلاتنا. اتفق معاك ان محمد صلاح طبعا بالنسبه لسعره العالي ومعدل النقط اللي هو جابها قليله جدا، بس الحقيقه ان محمد صلاح الدنيا مش ماشيه معاه خالص. يعني حتى الجول مش عايز يخش، حتى ضربه الجزاء اللي جات له راح تتصدت ورجعت له راح جابها بالعافيه يعني. بس لو بصينا على الاحصائيات تشوف عدد التسديدات لمحمد صلاح في كل ماتش، تشوف الفرص الخطيره اللي ضاعت من محمد صلاح، تشوف عدد الاهداف المتوقعه بالنسبه لمحمد صلاح، ومقابل كده ان هو جاب جون واحد، هتعرف ان محمد صلاح الدنيا مش ماشيه معاه. صلاح بيجيله فرص كتيره، بيضيع فرص سهله، بس لو كل الفرص دي جت لولا عدم التوفيق كان زمان محمد صلاح واللي مكابتنينه او اللي معاهم في التشكيله كانوا في حته ثانيه. ونيجي بقى لاخر فرقه عايز اتكلم عن لعيبتها وهي ارسنال طبعا ساكا، بلانك اول جولتين، مارتينيلي، هافرز، جابرييل اللي هو ما لعبش اصلا، كان كل اللعيبه دي كنا مستنيين منها انها تعمل اي حاجه. بس طبعا جدول ارسنال جاي جدول كويس جدا للعيبه دي انها ممكن ترجع تاني، فشايف احنا ممكن نصبر عليهم اكتر، وممكن كمان يبقى ساكا خيار كابتنه كويس جدا للجوله. بالنسبه لنقطه جابرييل فانا شايف ممكن جابرييل ممكن يلعب الماتش اللي جاي، خصوصا ان زينشينكو بدا يرجع. هتقول لي ايه علاقه زينشينكو بجابرييل؟ طبعا في الماتشات اللي فاتت كنا بنشوف توماس بارتي ممكن هو المايل ناحيه الشمال هو اللي بيلعب باك، بس مع عوده زينشينكو طبعا هو اللي هيلعب باك، ووقتها ممكن ارسنال يرجع للتشكيله عاديه جدا باربع مدافعين وجابرييل يلعب عادي جنب صليبه. طبعا زينشينكو ده اصلا لوحده حكايه، ممكن يكون شويه الاسيستات ونقط، بس لما يرجع يكون بكامل جاهزيته. خلينا بقى نخش على الجزء الثاني من الفيديو، هو اللعيبه اللي انت تحط عينك عليهم واللي متوقع تألقهم بشكل كبير الجوله دي. خلينا نبدا مثلا بمانشستر سيتي. مانشستر سيتي جدولهم الفتره الجايه كويس جدا. طبعا السيتي بالنسبه لخيارات الهجوم ممكن اكتر اتنين ممكن يعملوا اي حاجه، ممكن طبعا فيل فودن، ممكن طبعا جوليان الفاريز طبعا مهاجم سعره ب6.5 او دلوقتي بقى ب6.6. الماتشات اللي فاتت بدا يظهر بشكل كويس وبدا يندمج بشكل اكبر، فطبعا ممكن تجيبه عادي جدا في تشكيلتك، خصوصا ان سعره كويس. بالنسبه بقى لخيارات الدفاع من السيتي فطبعا بسبب الروتيشن بتاع جوارديولا اللي احنا عارفينها، فاحنا مش متاكدين من حد ممكن يلعب. ممكن روبن دياش، صحيح روبن دياش ما لعبش اول ماتش، بس طبعا ده من الركائز يعني بتاع جوارديولا. ممكن جافارديول اللي بيلعب كباك شمال شويه، ممكن ووكر لو هيلعب الماتش الثالث على التوالي. ممكن دي يعني 3 اسامي المضمونه اكتر من بقيه الاسامي في دفاع سيتي. وننتقل بقى من السيتي لتشيلسي اللي الجدول بتاعه بقى خلاص الحلو خلاص هيبتدي. صحيح تشيلسي خسر الماتش اللي فات ضد ويست هام المنظم جدا، وطبعا اهم واحد في الليله دي هو مين؟ هو تشيلويل اللي بيلعب باك شمال ومتقدم جدا في خطه بوتشيتشينو. تشيلويل من اكتر اللعيبه عندها لمسات جوه منطقه الجزاء، من اكتر اللعيبه اللي بتصنع فرص، ففكره برده كويسه جدا يعني ما تستبعدهاش انك ممكن تجيب دبل مدافعين من تشيلسي للجولات الجايه. بعد اصابه ريس جيمس طبعا دلوقتي بقى بيلعب ولعب الماتش اللي فات،
لعيب اسمه جوستو سعره لحد اللحظه 4 مليون بس. فتخيل المدافع ب 4 مليون بيلعب في تشيلسي ممكن يجيب لك كلين شيتس، فدي فكره مفيش احلى منها. طبعا ممكن تجيب سانشيز برده حارس تشيلسي ب 4.5 بس. وبالنسبه بقى للخيارات الهجوميه فطبعا عندك نيكولاس جاكسون صحيح بلانك اول جولتين، الناس عندها اللعيب ده مش عارف هتصبر عليه ولا لا. جاكسون في الماتشات اللي جايه متوقع جدا ان هو يجيب جوان كخيار، بس في ريسك اعلى شويه وهو رحيم ستيرلينج فيه احصائيات بتقول ان هو ثالث اكتر لعيب لمس الكوره جوه منطقه الجزاء وبيشكل خطوره كبيره جدا. صحيح هو مستفز وبيضيع كور كتيره وما تعرفش قراراته، بس ستيرلينج ب7 مليون ممكن يعمل حاجه وتحط عينك عليه بعد نيكولاس جاكسون. وطبعا استكمالا لكم بومو وويسا لعيبه برينتفورد متوقع برضو ان هم يعملوا شغل عالي، خصوصا ان جدولهم يسمح لهم في الماتشين الجايين. واخر فريق عايز اتكلم عليه وهو توتنهام، استكمالا بعد الماتش الكبير اللي عمله ضد يونايتد، فلعيبه توتنهام برضو جدولهم كويس وممكن تجيبهم الفتره الجايه. للاسف طبعا ماديسون اتصاب بعد ما كان عامل اداء كويس جدا. ممكن خيارات توتنهام الهجوميه مثلا هيونج مين سون رغم ان سعره عالي، بس لو هو عندك طبعا دي حاجه كويسه. ممكن ريتشارلسون. بالنسبه للخيارات الدفاعيه اظن احسن واحد فيهم ممكن يكون اودوجي. ونيجي لاهم بقى جزء في الحلقه وهو احنا نكابتن مين. في رايي اقرب كابتنه ممكن تكون ايرلينج هالاند. صحيح دي بروين مصاب، صحيح هالاند ما عملش حاجه الماتش اللي فات ولا في ماتش اشبيليه، بس سيتي يعني مهما كان عندها غيابات هتلاعب شيفيلد، فمتوقع ان هالاند يجيب له جونين على الاقل مثلا. في رايي الاسامي الكبيره الثانيه ممكن تكون مضمونه شويه، ممكن ساكا مع ارسنال برضو الماتش بتاعه كويس، ممكن من يونايتد لو يونايتد رجع واقف على رجليه ممكن تكابتن راشفورد او برونو حسب اللي عندك. وممكن برضو هيونج بن سون اوبشن كويس جدا للكابتنه لو عندك يعني. وبالنسبه بقى للكابتنه ديفرنشال فطبعا ممكن تكابتن الفاريز مثلا لو انت مش عايز تكابتن هالاند. ممكن كابتنه موبومو طبعا اشتغل ككابتنه ديفرنشال الماتش اللي فات، ممكن تكابتن موبومو تاني. وبالنسبه لبرايتون المره دي ماتشات ضد وست هام جلس شويه، بس برضو ممكن ميتوما عادي جدا. ممكن برضو كخيار ديفرنشال ممكن تكابتن واتكنز. بس سيبك بقى من كل الحاجات اللي فاتت دي، وبالنسبه لي اقوى كابتنه ديفرنشال ممكن تحصل انك تكابتن تشيلويل زي ما قلت اكتر مدافع او من اكتر مدافعين عندها لمسات في الثلث الاخير من الملعب، فحرفيا تشيلويل ممكن يكون شويه نقط بقى كمان بالكلين شيت وبالبونص، فممكن يظبط الدنيا معاك جدا. ونيجي بقى لاخر فقره معانا وهي فقره الاحصائيات. خلينا نبدا كده باحصائيه الجوان المتوقعه تاني. موبومو اول واحد وبعديه ويس كخيارات ديفرنشال فظيعه جدا. محمد صلاح ثالث واحد في الاهداف المتوقعه، عشان الناس بتقول ان صلاح مش بيعمل حاجه. صلاح كان ممكن يجيب جوان كتيره بس لولا عدم الحظ حرفيا. بالنسبه بقى للاسيستات المتوقعه فميتوما اول واحد، بعد كده برونو فرنانديز اللي متوقع ان هو ممكن هيعمل حاجه قدام نوتنجهام. بالنسبه لاكتر لعيبه خلق فرص في الماتشات فتقريبا اكتر واحد ميتوما هو وفودن، في بقى كده الفاريز برونو فرنانديز استوبينيان. ودي احصائيه بقى بتوضح اكتر اللعيبه اللي لمست الكوره جوه منطقه الجزاء، وده توضح طبعا خطورتهم. ميتوما اكتر واحد، بعد كده ساكا، بعد كده ستيرلينج، بعد كده جوتا. طبعا بقى اللعيبه دي لو انفجرت يعني هيبقى عظمه جدا. واخر احصائيه وهي احصائيه لاكتر اللعيبه لمسا للكوره في الثلث الاخير من الملعب. ساكا برضو اول واحد، ونلاحظ في الاحصائيه دي ان رابع اعلى واحد لمسا للكوره في اخر ثلث في الملعب هو تشيلويل. فعشان كده بقول لكم تشيلويل كخيار كابتنه ديفرنشال حاجه هتبقى فظيعه جدا لو اتألق. ودي اخر حلقتنا قبل الجوله الثالثه. انا بالنسبه لي في اتنين في دماغي اكابتنهم، يا اما هالاند يا اما بقى في سكه الديفرنشال هكابتن تشيلويل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، مستني رايكم في الكومنتات ومستني تقولوا لي انتوا هتكابتنوا مين. اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والجديد شديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.